بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هنعمل المندي. يلا بينا أقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا. دي فرخة حوالي 2 كيلو ونص، قطعناها قطع صغيرة بالشكل ده كده. ومعانا هنا التوابل: معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة من القرفة، ومكعب من مرقة الدجاج. ومعانا معلقة صغيرة من الزعفران، وفلفل أسمر، وربع كوباية من الزيت. دي كل التوابل بتاعة الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل بالتوابل بالشكل ده كده في الطبق، وبضيف عليها المكعب بتاع مرقة الدجاج. بنقلب التوابل كلها كده مع بعض تقليبة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنجيب بقى الزيت، وحبة كده من الفلفل الأسمر، يعني نص معلقة من الفلفل الأسمر. الزعفران بحط له حبة من المية السخنة، واسيبه كده حوالي دقيقة. المية دي لازم تكون سخنة بتغلي. بننقعه في مية سخنة كده لمدة دقيقة. بنقلب التوابل كده تقليبة حلوة. وبعدين هضيف الزعفران. طبعا لازم نصفيه بالمصفى علشان الشوائب اللي فيه. نصفيه بالمصفى بالشكل ده كده. هو لو اتنقع وقعد شوية كتار برضو حلو، مش وحش، يعني كل ما يقعد كل ما يكون أحسن. هو طبعا بيدي لون حلو كده للرز. بنزل بالفراخ، هقلبها بقى في التوابل، الخلطة اللي عملناها دي تقلبها حلوة كده. وممكن بقى الفراخ دي تعمليها من بالليل وتسويها تاني يوم الصبح للغدا مثلا، أو تعمليها من الصبح وتسويها آخر النهار، يعني تقعد على الأقل 3 4 ساعات كده في التتبيلة دي، هتخلي طعمها حلو قوي. بعد ما قلبناها في التتبيلة بتاعتها بالشكل ده كده، هنسيبها بقى حوالي ساعتين 3 كده، وبعدين نبدأ نسويها. الفراخ اهي بعد حوالي 4 ساعات. طبعا بنحطها في التلاجة، بتتغطى كده بالستريتش وتتحط في التلاجة 4 ساعات كده كاملين، وبتبقى زي الفل. معايا انا نص كيلو من الرز. ده رز بسمتي، نقعته في المية الدافية لمدة 10 دقايق وصفيته. معايا هنا 1 من الحبهان، 1 من القرنفل، 1 ورقة لورا، ونص معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الملح. وطبعا هنضيف حبة من الفلفل الأسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. التوابل دي بتاعت الرز، وبنضيف حبة كده من الفلفل الأسمر. معايا مية بتغلي. طبعا لازم المية بتغلي علشان الرز لما يدخل الفرن يستوي على طول، يعني يبدأ في السوى على طول. بنحط مية بتغلي كده للرز بمسوية الرز بس مش فوق الرز، يعني بيبقى يدوبك الرز كده بسوية المية. هبدأ أغطيها بالورق الفويل بقى، بطبقتين من الورق الفويل. بنغطي الرز وبعدين هنكمل.
بعد ما غطينا الصينية بالشكل ده كده بالفويل، هنبدأ نخرمها علشان الصوص بتاع الفراخ ينزل على الرز، بيديله طعم حلو قوي وهي الفراخ بتستوي. رص الفراخ بقى على الفويل من فوق كده. طبعا انت تعملي الكمية اللي انت عايزاها. ما شاء الله الفرخة ديت بتقضي 5 أفراد وجبة غدا تمام يعني. بعد ما رصيناها بالشكل ده كده بنغطيها بالفويل برضو، وبندخلها الفرن لمدة ساعة كاملة، وبعدين بنشيل الفويل ونخليها بقى في الفرن كده تاخد لون حلو، وإن شاء الله لما تستوي وأطلعها تشوفوها معايا في طبق التقديم. ودي الفراخ بعد ما استوت اهي زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو وريحتها حلوة وطعمها أحلى، ومعاها سلطة الدقوس وسلطة خضراء. وبتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.